واش بابا، السلام عليكم ومرحبا بكم باخوكم زكريا او زيكوسان في لا فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا مقارنه بين الجيش المغربي والجيش الجزائري. هذه المقارنه ديال 2020 يعني مقارنه جديده. فيتمنى اننا درنا مقارنات، ولكن اليوم مقارنه غتكون باحصائيات جديده. لذلك كنقول لك بيبي 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 وبيبي. لذلك كنقول لك اذا كنت انت ولا انت تشوف زيكوزر اول مره، اشترك معنا في القناه، تفعل خاصيه جرس باش ديما توصل بالجديد ديالنا. الجرس هو اللي كيخليك توصل بالفيديوهات ديالنا. وما تنساوش ايضا اكثر لي لايك باغي نشوفهم في هذا الفيديو بيبي. اكثر لي لايك بيبي تهود لتحت، فرق عليا لي لايك بنشوف اكثر نسبه من لي لايك بتا توصل لواحد 1000 بيبي 1000. بيس اند لوف، بقاو معنا وما تشوفين. رجعنا لكم دابا من جديد، غادي نمشيو اون ديريكت. ولكن بيبي قبل ما تنساش تخلي لي واحد التعليق. وهذا الفيديو هذا ماشي يعني الفتنه بين المغرب والجزائر، لا بالعكس، كنشوفوا القوى ديال المغرب والقوى ديال الجزائر، يعني نشوفوهم فين تطوروا بجوج، لا الجزائر لا المغرب. بينا نشوفوا الجيشين ديالنا حنا فين وصلوا، باش لا كان شي خطر كيهددنا اننا نكونوا قادرين باش نحموا هاد البلاد، لا الجزائر لا المغرب ديالنا. نبداو لا فيديو على بركه الله. يا سلام، كنشوفوا هنا العلم المغربي والعلم الجزائري. صراحه كاين بزاف الاشياء تجمعنا، هو اللون الاخضر واللون الاحمر. اللون الاخضر اللي كيجمعنا بالجزائر، واللون الاحمر اللي كيجمعنا بالجزائر. يا سلام. والابيض بطبيعه الحال هو القلوب. عدد السكان يعني الجزائر والمغرب تقريبا المغرب فيه واحد نقول لك واحد 39 حتى 40. الجزائر فيها 41 مليون نسمه، يعني بين الجزائر والمغرب التعداد السكاني يعني متقارب. وكنعرفوا المغرب والجزائر بالثقافات ديالهم زين. الجنود اجمالي عدد افراد الجيش يعني المغرب 400 ألف جندي، والجزائر نصف مليون جندي. يا سلام. وما أدراك على الجزائر عندها الجنود احتياط كثير. واو ما شاء الله، يعني تطور كبير. وهنا عدد أفراد المقابلين للتجنيد، يعني الأفراد اللي يمكن لهم انهم يتجندوا. هنا كنشوفوا الجزائر عندها 20 مليون يعني جندي، والمغرب عنده 17 مليون يعني جندي اللي قابله للتجنيد. هذا الشيء قابل للتجنيد صراحه، الشيء يفرح بزاف. زين. واو الله يخلي. عدد قطع السلاح الجوي للبلد الجزائر والمغرب، المغرب 291، الجزائر 579. هنا الجزائر متفوقه. نزيدوا هنا الاخوان، عدد الطائرات المقاتله الجزائر 141 والمغرب بطبيعه الحال 61. خاص المغرب انه يكثف من الطائرات الحربيه. الجزائر في الاونه الاخيره ولات كتقتني الطائرات يعني سو 57 يعني طائرات اللي قويه بزاف. زيد. الجزائر 141، المغرب 61. هذا الشيء كامل في الطائرات الهجوميه. يعني صراحة الجزائر ما زالت متفوقة. الجزائر 58 والمغرب 31. هنا مقارنة بين الطائرة يعني طائرة التدريب العسكرية اللي كيدربوا فيها العسكر 87 للجزائر و79 للمغرب. هنا التقارب كبير. إجمالي عدد الطائرات العمودية الجزائر 87 والمغرب 79 متقاربين. الجزائر إجمالي عدد الطائرات العمودية مقاتلة الجزائر 52 والمغرب 0. هنا كتعرف تفوق كبير للجزائر. إجمالي عدد المدرعات والدبابات المتطورة الجزائر 9.400، المغرب 3.800. هنا
كتعرفوا ان الجزائر كتمتلك واحد القوه اللي كبيره اللي عندها حدود مع ليبيا. هناك تعرفوا اجمالي عدد المدرعات لا الجزائر لا المغرب. الجزائر 6,900 والمغرب 2,720. يعني هنا 6,000 وهنا 2,000 بين المغرب والجزائر، يعني فرق شاسع، فرق 4,000. واو بزاف صراحة. هادشي كيفرح. في نفس الوقت لازم المغرب والجزائر أن يطوروا إمكانيات ديالهم أكثر فأكثر. إجمالي عدد الدبابات دائما الجزائر متفوقة 2,542 والمغرب 1,109. هنا كتشوف أن التطور كبير للجزائر لا في الدبابات لا في الطائرات حتى في السفن البحرية، يعني كثير بزاف. هنا تفوق للمغرب فاش إجمالي عدد المدافع المثبتة الجزائر 400 والمغرب 533. هنا تفوق هائل للمغرب، منتصر يعني متفوق على الجزائر بالقليل. اجمالي عدد المدافع المتحركة الجزائر 583 المغرب 198، فرق شاسع للجزائر هنا في الطائرة في قاذفات. اجمالي عدد الراجمات الصواريخ الجزائر 472 والمغرب 72. هنا الجزائر تفوقت كثير. اجمالي عدد القطع البحريه الجزائر 102 والمغرب 171. هنا كتعرف تفوق المغرب، الجزائر 9 والمغرب 0. هنا في الفرقاطه على العلم الاخوان، هنا يعني الاخ اللي صايب هذا الفيديو غلط. المغرب عنده 2 من الفرقاطات حاليا، عنده 2 فرقاطات طارق بن زياد وفرقاطات قرطاجه ورماد بحال هكا، يعني عنده 2 فرقاطات. راجع اوراقك يا مول الفيديو. هنا المغرب عنده 2 صحاح، المغرب عنده 2 والجزائر 9. زين اجمالي عدد مدمرات الجزائر 2 والمغرب 2. بالفعل المغرب عنده 2، هنا داير 0 يعني خطا. زين هنا اجمالي عدد الطاردات الجزائر 6 والمغرب 4. الجزائر يعني فايته المغرب بفرق بالطرادات 2. يعني اجمالي عدد السفن الدوريه الجزائر 33 مقابل 81. صراحه الجيش الجزائري متطور جدا على الجيش المغربي، لان الجيش الجزائري كيخسر يعني المال ديالو على اجل السلاح، انه يجيب الطائرات، انه يجيب استعدادا لاي مكروه يحصل للجزائر. ولكن الجيش المغربي في الاونه الاخيره بدا الجيش المغربي انه يطور الامكانيات ديالو، بدا الجيش المغربي انه هنا يتقارب ويجيب الاسلحه باش وجد يعني حتى الجنود. الان راه كاين التجنيد في المغرب، مزيانه الظاهره ديال التجنيد في المغرب باش ان الجيش المغربي يتطور بزاف، وما نبقاوش نشوفوا يعني ناس اللي جالسين جاب الحائط بابي. ما يبقاوش ناس جاب الحائط بابي بينهم يخدموا ويكونوا رجال وكابابل بابي. زاد الجزائر 8 والمغرب 0 بطبيعة الحال، ما كاين غير 0 في الغواصات حبيبي. هادو اجمالي عدد كاسحة الارغام 2 الجزائر و0 للمغرب. يا سلام الاخوان، كما شفتوا كانت هذه الاحصائيات ديال 2020. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بغيتكم الاخوان الى عجبكم هذا الفيديو باش تحمسوني اكثر كما كتفرج دوكا في الفيديو دير لايك باش نشوف لي لايك طالعين بزاف، غادي نعرف الفيديو غادي يعجبكم. شفت لي لايك قلال، يعني كنشوف نسبة المشاهدة كاينه 450 لايك. لا يعقل الاخوان، لا يعقل بيبي تخليني بلا لايك بيبي، لا يعقل بيبي كيفاش دار الاخوان. كان هذا هو الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. على العلم الاخوان هذا الفيديو ماشي للفتنه، هذا الفيديو كنعرفوا القوه فين وصلت الجزائر والقوه فين وصلت المغرب، لان الجزائر والمغرب خاوه وغيبقاو خاوه وربي يهدي الجميع، ربي يهدي جميع امه محمد ان شاء الله. كنموت عليكم، حماق عليكم، بيس اند لاف. كنقول لكم تهلاو في ريوسكم بيبي. كنتي كتشوفيني بيبي ولا كتشوفني انت بيبي، عرفتي كنت انت موت عليك بيبي. تهلاو في ريوسكم.